مرحبا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم عنا طريقة حفظ اليبرق. مثل ما بتعرفوا في كتير طرق لحفظ اليبرق، في منه مفرز ومنه بينحفظ بمحلول ملحي. اليوم راح اقدم طريقة حفظ اليبرق بالمحلول الملحي. تابعوني لنهاية الفيديو لحتى تشوفوا الطريقة، ولا تنسوا تحطوا لايك، والمو مشترك يشترك بالقناة. فخلونا نبدأ بالطريقة. بنقول بسم الله وبنبدأ. عندي هون كمية من اليبرق. بالبداية راح طبقه راح طبقه هيك، وراح قص العيدان. راح قص العيدان بهذا الشكل لحتى ما ياخد مساحة. هيك راح طبقهم كلهم وارجع لكم. وهلأ هيك بعد ما طبقتهم كلهم، هلأ لازم اغسلهم. وهلأ هيك بنبدأ من غسلهم كلهم. وهلأ بعد ما انتهيت من غسل اليبرق، راح ابدأ بتحضير المحلول الملحي. ولتحضير المحلول بهاي الطريقة ما راح نحتاج لمقادير دقيقة، فالبيضة هي اللي راح تحدد كمية الملح. هاي الطريقة طريقة عيار البيضة. فنحن هون جبنا كمية لا على التعيين، يعني بشكل تقديري بدنا نعرف الكمية اللي راح تلزمنا لكمية اليبرق. مننزل كمية ملح بالبداية تقديرية. بالبداية ما منكتر ملح. وراح نزل البيضة بالمي. هيك منضل منزيد لحتى تفوش البيضة على سطح المي. لازم يبين من البيضة قسم كتير صغير. هلأ منحرك، بنرجع منحرك ومننزل البيضة. هلأ مثل مو شايفين البيضة كيف فاشت وبين قسم صغير منها. فهيك بكفي كمية الملح. يعني نحن هيك بنكون حصلنا على مي مشبع بالملح. يعني قد ما زدنا ملح بعد هلأ ما راح يذوب بالمي. إذا استخدمنا هاي الطريقة اليبرق ما راح يخرب أبدا. وأهم شي لحفظ اليبرق أنه يكون ملحه منيح. بس كان الملح ناقص فبيخرب معنا اليبرق. أنا هلأ هيك راح استخدم هاي المي، مي وملح فقط بدون أي إضافات، وبيضل معنا سنة وسنتين وما بيخرب اليبرق. استخدموا هاي الطريقة وما راح تندموا. ينجح معكم اليبرق إن شاء الله. هاي المطربانات عندي إياهم احتفظت فيهم لهيك مواضيع. هلأ راح نطبق اليبرق بهذا الشكل.
هلأ راح طابق وحدة تانية. لازم نحفظ مونة اليبرق بمكان بارد، يعني ما بنحطه بالبراد أكيد، بس المطبخ ما لازم المكان اللي رح نحطه يضرب عليه الشمس لحتى ما يخرب معنا. نضغطهم كتير منيح. الطريقة سهلة كتير، وكمان الطرق التانية كتير ناجحة، بس ولكن إذا عرفنا نشتغل صح. هلأ هون عنا مساحة بنحط كمان كمية. حبايبي هاي الطريقة مضمونة وأنا بعملها من سنين، فإذا طبقتوها رح تنجح معكم أكيد 100%. هلأ رح ننزل مية الملح على هذا المطربان، وكم ننزل المي، طبعا مية الملح. أنا هلأ رح سكرها. هلأ هيك هذا المطربان الصغير كمان صار جاهز. بالنسبة للملح اللي استخدمته فهو ملح صخري وخالي من اليود. إذا توفر عندكم ملح خشن بيكون لسه أحسن وأحسن. وهلأ هيك انتهينا من طريقة مونة اليبرق بالمحلول الملحي. إذا بدكم التفريز في عندي بالصفحة رح أحط لكم الرابط. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، فإذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد.